مساء الخير البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد، وكنتمنى الفيديو ديالي يوصلكم ويلقاكم بخير وعلى خير. وبعد غياب طويل انا رجعت معايا بواحد الاقتراح اكيد غادي يعجبكم. ودائما في قناه سميره شعيب كنزل لكم وصفات هكا كيكونوا زوينين، وما غاديش نقول لكم اقتصاديه لان حتى حاجه ما بقات اقتصاديه مع هاد الغلا ما شاء الله. اش غنقول لكم، الله يدير شي تاويل الخير. اليوم غنبارطاجي معكم السردين بالشرموله المغربيه. ما كاينش شي وحده ما كتعرفش تصايبو، كاع تبارك الله العيالات حادقين. فقط انا غنشارك معكم الفكره ديال التزيين اللي غتعجب الوليدات الكبار والصغار، واي واحد شاف هذاك المنظر غادي يبغي ياكل السردين، كاع لما كانش يبغي ياكل السردين غياكلو. كما شفتوا معايا انا بديت نقدم المكونات. عندي هنا السردين، كيلو ديال السردين مغسول ومفروك، والشرموله ديالو انا غنذكرها لكم من بعد. عندي هنا واحد الكميه ديال العدس اللي سبق لي وغسلتها، غادي نشاركها معكم بواحد الشرموله، مطيشه، بصله، ثومه، معدنوس، شويه ديال الملحه، قزبر ومطحون، وشويه ديال سكينجبير والخرقوم والتحميره. هذه هي الشرموله اللي غنرافق بها العدس. ونشارك معكم واحد السلطه اللي مختلفه، سلطه زوينه كتجي فنه فنه. غنشاركها معكم ببوتنجال. هذا هو الدنجال اللي كنخدم به، كيكون شويه مهبر. انا وريتكم واحد الوحده. بالنسبه لهاد السلطه هذه غادي نخدمها اليوم بمايونيز. يعني هاد السلطه مختلفه على السلطات اللي مولفن كنخدموهم بالعطريه المغربيه المعروفه. اليوم ننوعوا شي شويه ونخرجوا على السلطات اللي معتادين كنصايبوهم بالكمون ولا التحميره. اليوم ان شاء الله نشاركها معكم بالمايونيز. كبدايه غناخذ الكميه ديال العدس اللي سبق ليا وسلقتها، غير واحد نص سلقه. وغادي نضيف ليه كما قلت مطيشه كبيره محكوكه، بصله متوسطه محكوكه، وجوج فصوصه ديال الثومه محكوكين، شويه الملح، شويه قزبر ومعدنوس، التحميره كمون، قزبر مطحون، وواحد المعلقه صغيره ديال الطماطم مركزه كتبقى اختياريه، شويه ديال السكينجبير والخرقوم، وشويه ديال الابزار، وواحد قليل ديال الزيت. ما نكتروش. مما نحطوا هذا الطبق جانبا، من بعد ندوزو نشوفوا باقي الطريقه ديالو. غناخذوا السلطه ديالنا. عندي هنا الدنجال، تتبقى الكميه اللي بغيتو. انا خديت الدنجال وشويته ونقيته وغسلته واحد شويه مكتروش الماء، وغادي نضيفوا له شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الملحه، وضفت ليه واحد شويه ديال الزيت، وغنزيد ليه هنا قطرات ديال الخل. بالنسبه للخل تيبقى اختياري، حتى هو خليته جانبا. دابا ندوزو للشرموله. عندي التحميره وكمون وقزبر حبوب مطحون وشويه ديال الثومه وقزبر ومعدنوس خضرين مقردين وشويه ديال الملحه، وغادي نضيف الخل. بغيتو تضيفوا الخل، بغيتو تضيفوا الحامض، واحد قليل ديال الماء. وغادي نخلطوا نخلطوا عفوا البنات، نخلطوا الشرموله ديالنا. وغادي نعمروا بها السردين. بالنسبه للسردين انا خديت كيلو، تتبقى الكميه حسب افراد الاسره اللي عندكم. وكنعمر هكا شرموله. ومهم انا راه بالنسبه ليا البنات الا شفتوا شي حاجه ماشي هذيك، بالنسبه للتصوير كنلقى صعوبه كبيره. يعني ما كناخذش راحتي فاش كنصايب شي حاجه، لا بالنسبه للتزيين ولا في الطياب ولا اي حاجه. ما تديوش عليا البنات. المهم نتوما راه طيبوا على راحتكم، راه ماشي بحال التصوير كياخذ شويه ديال الوقت وفيه صعوبات وكيعيي. ما يبان لكمش غير الفيديو هكا نازل، راه بعد تشوفوا الكواليس راه تهربوا راه الكوزينه راه كتعمر بالمواعن. المهم ما نخرجوش على الموضوع. من بعد ما عمرت السردين ديالي هكا كنشدو، نغطسو في هاد الطحين هذا. كنغطسو من جوج ديال الجوايه مزيان مزيان، وكنفضوا من داك الفائض ديال الطحين. وكنبدا نستفو هكا في طبيصلات بلا ما بغيت نقول كنستفو في الطبسيل. من بعد غادي نقليه. وقبل ما ندخلوا البنات باش نبداو نقليو السردين، ضروري ضروري البنات كنقولها ونعاودها، السردين يكون هكا جديد حسن. كتشريوه هكا في الصباح وطيبوه تغسلوه في الصباح بكري وتخليوه حتى ينشف مزيان من داك الماء، عاد باش تعمروه بشرموله كيجي زوين. غناخذوا واحد المقله نضيفوا ليها شويه ديال الزيت ونوضعوا السردين ديالنا كيتقلى كيجي على هذا الشكل. وما كاينش اللي ما كيعرفش كيفاش يقلي السردين. خديت واحد الطنجره اخرى وضعت فيها العدس اللي سبق ليا وشاركت معكم. راه فيه المقادير كلشي قلتها، التحميره كمون، ضفت البزار، المهم عطريه كامله. وضفت الزيت وضفت ليه شويه الماء وغنسد عليه في الطنيجره. انا بالنسبه لي العدس راه طايبه ياخذها واحد شويه. نتوما الا كنتو بغيتو طيبوا العدس ما تسلقوش، ديروه في الطنجره الضغط يكون احسن. نخليه حتى يطيب وندوزو دابا
السلطه ديال الدنجال بالمايونيز، كناخذ واحد المقله كنوضع فيها الدنجال اللي سبق لي وشويته وقطعته وشويه المعدنوس والملحه وواحد قطرات ديال الخل، كتبقى اختياري، بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش ما تضيفوهاش. وكنشحر داك الدنجال مزيان في ديك الزويته واحد الدقيقه ما كاملاش. وغندوز دابا باش نضيف ليه المايونيز. هذه اخر مرحله. ها السلطه ديالنا كتوجد، كتجي خطيره في اللذه، ما نقول لكمش جربوها. واخا ديروا غير الدنجاله وحده، وغير ملي تبغيو تصايبوها خذوا الدنجال يكون طري يعني جديد ويكون مهبر. هذا هو السلطه ديالنا، ضروري كيجي مايونيز غالب، تجي بيضه. المهم كلشي عندنا موجود. دابا غندوزو نحضروا الحوايج اللي غنزينوا بهم الطبق ديالنا. عندي هنا البرتقال والحامض. بالنسبه للبرتقال راه مازال ما بانش داك اللون ديالو مزيان، لان البرتقال عاد بدا كيوجد دابا ماشي وقته، كيبان بحال الحامض. المهم عندي هنا برتقاله وحامضه بطبيعه الحال راه مغسولين، وكنقطعوهم دوائر على هذا الشكل كما كتشوفوا. راني كنت نخدم وما بانتلياش كاميرا ما بانش يدي فاش كنت نقطع مزيان باش تشوفوا الطريقه. مي الطريقه راه سهله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كنقطعوا في الاول دوائر، من بعد كنقطعوه نصف دائره، سوا الحامض سوا الليمون، وغادي نديرهم في واحد الطبسيل وغنخليهم جانبا حتى ندوزو للطريقه ديال التزيين. دابا غادي فاش سالينا نمروا لطريقه التحضير ديال واحد العصير كيجي بارد ومنعش، كيجي واعر واعر. كنصحكم تجربوه وردوا عليا خبر. خديت واحد الحامضه اللي طريه ومغسوله ومفروكه مزيان مزيان، واحد الكميه ديال النعناع بطبيعه الحال حتى هو مغسول. وغادي ناخذوا الكميه ديال السكر تتبقى حسب الحلاوه. انا درت هكا دوك القطع ديال السكر، كانت عندكم سنيده ديروها، المهم انا اللي عندي كنقضي به. وخديت هنا الماء يكون بارد، هذا العصير تيبغي الماء يكون خارج من الثلاجه من المجمد. صافي كنطحنو مزيان مزيان. كنصفي الا كانت عندكم داك المونينيكس ولا الطحانه اللي كطحن مزيان راه صافي بلا ما تصفي. وما كانش عندكم بحالي عندي عس عليك بعليكه كنصفيه ضروري، كنصفيه وكندير يطرو ديال الماء، يطرو ديال الماء مع حامضه كبيره النعناع والسكر. صافي كنديرو في الثلاجه حتى لوقت التقديم. دابا خدينا دابا دزنا حنا بدينا دابا كنقدموا الطبق ديالنا. خديت هاد الزليفات هادو صراحه جوج زليفات خديتهم ب5 دراهم، شريتهم عند الناس اللي كيديروا 5 دراهم زوينين هكا تقدموا فيهم شي حاجه. كنحيدو كنخرجوا من داك زعما ولفنا الطباصل. المهم انا بدلت اليوم، خرجت من داك العالم ديال الطباصل ونشوفوا اليوم الطريقه جديده هكا تنتمنى تعجبكم. عملت السلطه ديال الدنجال مايونيز في الزليفات وزينتها بشويه المعدنوس. ضروري ومؤكد زيدوا فيه واحد الخويط ديال الزويته بلديه من الفوق باش كيجي عاطي منظر وكيجي عاطي واحد اللذه. كان عندكم ديروه، ما كانش عندكم ما ديروش، ولكن الا كان عندكم ديروه احسن، تيجي زوين تيعطي منظر زوين. هذا بالنسبه للسلطه ديال الدنجال. هنا غادي نبداو نحطوا الزلافه في الوسط، غندوروا هكا دوك الوريقات ديال الخس. وبالنسبه للخس ضروري تغسلوه على بكري، وتغسلوه بشويه ديال الخل والماء وتغسلوه مزيان، تيكونوا فيه الحشرات لاصقين. ملي كديروا الخل ما تكثروش الخل عاوتاني باش ما يلوى ليكمش داك الخس، غير واحد شويه وفركوه مزيان في الماء وكيبداو ينزلوا لكم واحد الحشرات. تشوفوا تبقاو نقولوا هاد الحشرات فين كانوا لاصقين. كناخذوا القطع ديال الحامض والقطع ديال البرتقال، وكنديروا برتقاله، نص ديال البرتقاله وحوته، ونص ديال حامضه وحوته، يعني سردينه نقول لكم حوته حنا في البحر ديوش عليا. المهم كيما قلت قبلوا عليها. صافي كنبقاو على هذا الشكل كنزينوا. من بعد كنزينوا بهذيك الطماطم الصغيره اللي كتعطي منظر جميل بزاف بزاف بزاف. المهم تبقى تزين حسب الرغبه. انا راه مع التصوير راه ما لقيتش راحتي باش نصور، يعني داكشي شويه مضغوطه، ما زينش مزيان، مي انا عطيتكم الفكره. وهاد الطبق تيجي زوين وتيجي لذيذ وكيجي منعش الصراحه، فيه داك العصير منعش مع العدس. بالنسبه للعدس انا سربيته في دوك الزليفات كيجي ناشف، حيت انا درتو ناشف باش ناكلو بالمعلقه. بغيتو تخليو نتوما فيه هذيك المرقه ودوزوه بالخبز، كيبقى اختيار ديالكم. وهذا هو العصير ديالي، وكنتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم. السردين مع السلطه مع عديسه كتجي غزاله مع داك العصير اللي منعش. كنتمنى من الله هذا الفيديو يوصلكم ولقاكم بخير. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالتعليق الزوينه اللي كتدخل في قلبي السرور والواحد الفرحه كبيره. وراه كنت غايبه بزاف، كنتمنى ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو. واللايكات كيخليو الفيديو يطلع عند ناس اخرين باش هكا تطلع ليا شويه المشاهده. شكرا لكم، وان شاء الله غادي نتلاقاو في نهار جديد وفيديو جديد.